اهلا اهلا بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيانين؟ اموركم طيبه؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا رب. فيديو بديتو معاكم عفوا من العشيه، وبديتو معاكم اختي بالمشتريات وبزاز اختي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ما ينال اعجابكم. صورت لكم في العشيه ولكن صورت لكم بزاف ديال الحويجات، بزاف ديال الحاجات صايبتهم، شحال من حاجه يعني صورتها معاكم. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. هنا اختي غادي نشارك معكم هاد البلاطي اختي، هاد الزاز وهاد الكويسات اللي خديت صراحه زوينين، حمقوني، عجبوني. جا ستيل ديالهم هكا زوين، هكا للضياف، ومن غير الضياف غير حنا مع بعضياتنا نفرحوا وليداتنا ونفرحوا عائله ديالنا الصغيره. ايوا صافي اختي، شوفوا البنات كي كيجي في الحطه كيجي خطير. خديت هنايا الالوان هكا مختلفين ديال الكيسان، فيهم هكا الوان مختلفين. كنت عاشقه الستيل هذا ديال الالوان هكا مختلفين، كيفكرونا في يامات الزمان، يامات الوالدين وداك الشيء. بحال هكا كانوا عندنا في دارنا واحد الكيسان كانوا هكا في اللوينات، عرفتي حمقوني ملي شفتهم قلت هادو هما اللي غناخذ. ايوا صافي هنايا انا وراجلي كنشوفوا يلا كنكتشف انا وانتوما مع بعضياتنا. شوفوا البنات الحطه كي كتجي فنه، وعندها هكا داك الرجيلات. علاش كتحطيهم؟ يعني كيجيو هكا عاليين، ما كيجيش بلاطو محطوط هكا في الارض. ايوا صافي اختي دزت هنايا مباشره لهاد الدوش، حيت هنايا البنات ركبت المرايه في الطواليت. كتجي على هاد الشكل هادي. كانت عندي مرايه عاديه يعني الزاجه لاصقه هكا في الحيط، وكنت يعني بقوه الغسيل البنات، حيت كنغسلها هكا كندير الشبكه فيها شنو سميتو هكا الغاسول ديال الماعن. المهم شربات ليا الهضره، ما ديوهاش عليا. وبدات كتكحال، ولات فيها بحال نقيطات هكا كاحلين، ومن التحت ثاني واحد النهار بحال ديك اللعيبه اللي كانت هزاها طاحت وتهرست ليا الدجاجه من واحد القنت. المهم ولات مكارفصه. ايوا اختي هنايا جا المعلم ركب ليا هاد اللعيبه هادي، كتحل بحال هكا. صايبتها صراحه عند النجار، كتحل فيها المرايه وكتحل هكا بحال الشكل ديال البلاكار، والوسط نحط فيها داكشي اللي بغيت البنات. وضروري ندوز هكا فركه على الطواليت، لان عارفين مع كيبقى الدخول والخروج والشينيول وهذا باش كيتقبو كاين الغبره وداكشي. ايوا صافي هنايا مسحت الطاجيرات. كنت هادوك حطيتهم غير جربت، بغيت نشوف زعما كاين واش غادي هكا العرض ديالها يهز ليا ديك القريعه اللي جامعه فيها داكشي كامل. غادي نوريكم. هنايا غادي نحط هاد السكين كير اختي ديالي. كنستعمل البنات الغسول ديال الوجه، وكندير مع يعني هكا كتونر، كندير الماء الورد، وهذا كنستعملو كريم مرطب خديته مع واحد التعاونيه. هنايا هاد الكريم هذا ديال الجسم، وهذا كريم حتى هو ديال الجسم. هذا الاخر الكوكو، والثاني بالمونغ، ريحه ديال المونغ. ايوا ضروري اختي من الكريم ديال كريم سولاي ديال دي وايت. عندي هنا كنستعمل هاد بيبي كريم، هذا ديودورون حتى هي فنه ريحتها كتحمق. هنا البنات هذا الكويس هذا حاطه فيه هكا العكوره ديالي. انا اختي عندي المكياج، هذا هو المكياج البنات ديالي. تشوفوا المكياج راه ما كنديرش شي مكياج، ولكن عندي هكا يعني شي اساسيات. عندي الاساسيات. صافي هنايا كما كتشوفوا عندي هذا القلم هذا ديال ايسونس، صراحه فن واعر البنات. كنكحل به عيني، كنديرو هكا فوق العين، هو ديال الحجبان. انا البنات ما كنطراسيش حجباني، ولكن عجبني هكا كنديروه على شكل ايلاينر، كيجي زوين رقيق، والستيل ديالو زوين. عندي ماسكارا. صافي هنايا هاد بيبي كريم هذا هادو ديال فارماسي. وعندي هاد لاباليت ديال ايسونس حتى هي دايره واخده فيها يعني هكا الالوان نيود، حيت انا كنحمق على شي حاجه سميتها الالوان نيود، ما كيعجبونيش الالوان بزاف. هنايا هاد البارفان ديال حمصي بارفان، صراحه فنه، ريحتها كتحمق وكتبقى لمده طويله البنات. الا بغيتو نحط لكم النمره ديالهم يعني هكا باش تواصلوا معاهم تاخذوا عندهم يعني الباك. المهم صورت لكم باك، ان شاء الله دابا نصور لكم باك ديالهم. الباك داير 189 درهم.
وتوصل فابور جميع المدن. وعرفتوا بنات والريحه كتحمق باك فيها كما قلت لكم 4 ديال لي بارفان وكيعطيوكم مسك الطهاره. عرفتوا مسك الطهاره البنات خاطره يعني دوريجين يعني البروميان وكيعطيوها لكم كادو وتوصل لجميع المدن فابور غير يعني هكا. دابا دايرين برومو يعني الا بغيتوها غير سارعوا البنات في الطلب. هنايا البنات ديك البلاصه اللي كانت عندي فيها المسمار اللي كنت ملصقه يعني لاصقه فيها المرايه حيت كانت عندي المرايه طويله باش ندرك هذيك البلاصه درت فيها هاد اللعيبه ديال الصابون اللي كنت خديت من تيمو اللي كدار فيها الصابون. وهنايا حطيت هذيك اللعيبه ديال الشيتات اللي كانت ديجا عندي حتى ناخذ شي لعيبه اخرى ونلصقها في ديك البلاصه شي حاجه هكا تكون كتلصق باش ما تبقاش تبان ديك التقيبه تما. وصافي هنا البنات شوفوا راه المرايه باقا لاصقه بالسكوتش. بغيت نحيدها وقلت خلي حتى يجي راجلي ويحيدها باش ما نولي دايره شي كارثه. المهم انا البنات كنخاف بزاف. ايوا صافي هذا هو الشكل النهائي البنات ديال هكا البلاكار اللي خديت. وهنايا البنات عرفتوا شنو تشهيت شي حاجه هكا حلوه شي حاجه تكون معلكه بالشكلاط. المهم تشهيت البنات واش نتوما كطرى لكم بحالي ولا غير انا اللي كيطرى ليا هذا الشيء هذا. المهم هنايا ضفت واحد البيضه غنصايب واحد الكيك وغنصايبو في الاير فراير. درت بيضه واحده درت عليها تقريبا 2 معالق ديال السكر لانه البنات غادي ندير فيه حتى الشكلاط. المهم الا كنتو ما ديروش الشكلاط ديروا نص كاس ديال السكر حتى انا غادي ندير المول غير صغير. نتوما الا كنتو غادي ديروا مول كبير فغدوبلوا المقادير بطبيعه الحال. ضفت هنايا واحد قبيصه ديال الملحه وغادي نمزج كلشي مع بعضياتو ونطربو. وهنا زدت 2 معالق كبار ديال الشكلاط. الشكلاط هكا ديال الدهن ديال الخبيز ديالنا اللي كندهنوا به لوليداتنا الخبز. صافي هنايا درت واحد نص كاس ديال الزيت ما كانش نص كاس. صافي وطربت حتى هي مزيان هكا مع هذاك الشكلاط والبيض والسنيده غنطربهم مزيان مع بعضياتهم. كما قلت لكم انايا مشهياها تكون هكا معلكه بالشكلاط تكون يعني مهم تكون بشكل طا. هنا ضفت واحد الكاس ديال الحليب البنات درتو دافي لانه كان عندي في الثلاجه. دفيته شويه عاد فاش درته في هذا الخليط. وهنا ندير واحد الساشي ديال الفاني اختياري ما بغيتوش ديروا ما ديروش حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين للكيك ديالنا. وغادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات عينكم ميزانكم. انا ما كنبغيش نقول القياس ديال الدقيق لانه يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق كاين اللي كتشرب وكاين اللي ما كتشربش وحتى على حسب يعني البيض ديالكم. المهم على حسب الكيسان اللي تعبروا بهم الزيت يعني ما نقدرش نقول لكم الدقيق مثلا ديروا 2 كيسان وصافي راه غادي تهز لكم 2 كيسان تقدر تجيكم خفيفه شويه والكيك ديالكم ما غاديش يطلع زوين حيت الدقيق هو اهم حاجه في الكيك. وهنا البنات غادي نزيد 2 شاشيات ديال الكاكاو. المهم كما قلت لكم انا بغيت يعني يكون داك اللوغو ديال الشكلاط غالب. المهم نتوما الا بغيتوش بحال هكا راه ديروا شاشيات ديال الشوكولا. هنا غادي نضيف واحد الساشي ديال خميره الحلوى وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان مع بعضياتهم هكا حتى يندمج ليا الدقيق مع البيض المهم مع داك الخليط اللي دايره كامل. هنا غادي نزيد شويه ديال الدقيق لانه جاني الخليط شويه هكا خفيف وغادي نخلطها مزيان وغادي نوريكم القوام اللي غادي نتحصل عليه باش هكا الكيك ديالكم يجيكم ناجح ويجيكم طالع ويجيكم زوين. انا هنا البنات غادي نطيبو في الاير فراير. نتوما الا بغيتو طيبوه في الفران طيبوه في الفران عادي على 180 درجه. الفران شاعل غير من التحت ومخدمين الفرفاره صافي. ومن بعد ما يطيب لكم يعني وتبان لكم يعني الكيك ديالكم طابت فغادي تشعلوا هكا شويه من الفوق الا كان ما تحمرش لكم من الفوق. صافي هذا هو القوام البنات ديال الكيك ديالنا. غادي نزيد عليها تقريبا معلقه صغيره ديال الخل. هاد الخل البنات حتى هو كيعطينا واحد الطراوه كيخلي الكيك ديالنا هكا يطلع وكيحيد لينا حتى داك الريحه ديال الزفوره ولا كيقول لك فيها ريحه الزفوره. انا الكيكه عمري سميت فيها ريحه الزفوره. صافي انا غادي نجيب هاد المول اللي عندي صغيور هاد المول صغيور ومطيور في نفس الوقت دهنته غير بالزيت لانه ما كيلصقش ليا. وصافي وغادي نخوي هذاك الخليط كامل فيها وغادي نطيبها.
انا كما قلت لكم غادي نطيبها في الاير فراي. وكنقول لك اختي مادام وصلتي حتى لهنا ما تبخليش عليا بواحد اللايك واحد الكومونتير زوين، وتخلي لي قليبات، تخلي لي اي حاجه، المهم غير تخلي لي كومونتير وواحد اللايك باش هكا تشجعوني اكثر، وحتى الفيديو ديالنا يطلع المشاهده يعني كبيره، وتقترح عفوا على ناس وحدين اخرين. هذاك الشيء اختي. وبارطاجي الفيديو مع الاهل الاصحاب والاحباب، بارطاجي معاهم الفيديو. بالنسبه لهنا الاير فراير فانا خدمت بروغرام هكا ديال الكيك كيتعطينا 160 درجه ومده يعني هكا ديال 45 دقيقه. صافي هنا البنات ها هو الكيك ديالنا، المهم تفرقع بحال شي بركان بحال شي بركان، لان البنات الاير فراير عندي كتشعل يعني من الفوق ما كتشعلش من التحت. داكشي علاش الكيك جا بحال هكا، ولكن البنات عرفتو جا زوين 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 زوين. عرفتي جا هشيش وجا طيب مزيان، زعما بحال مطيبه في الفران، غير هو الشكل ديالو البنات ما جاش الشكل ديال الكيك اللي معتادين به فيه صافي، فهمتوا؟ ما جاش بحال كيما مولفين، يعني الكيك كيجي طالع هكا من الوجه ديالو لانه طاب من الفوق، داكشي علاش. ولكن البنات عرفتو جا زوين وهشيش وطيب مزيان بحال مطيبه في الفران. كما شفتوا انا المول هذا عندي ما كيلصقش، يعني حيت لي غير هكا داك الجوانب خافتو لي يلصق ليا وصافي وخويتو. شوف البنات جا هشيش وكل شيء، ولكن راه كيف بحال لي غدا في شي طريق منعرج بحال هكا شوف الشكل ديالو. ولكن عرفت البنات جا زوين، جا مشكلط، جا بنين كما كنقولوا. انا كنت باغا نديرو على هذا الوجه هذا، وفي الاخر قلت علاش ما نديروش نيت على الوجه ديالو، خليها نيت عاديه تجي هكا الستيل ديالها جا بحال هكاك جا زوين. هنايا خديت هاد الكريمه ديال الطبخ غادي نخوي منها تقريبا غير واحد النص، وغادي ندير فيه هكا واحد 4 المرصوات ديال الشوكولا، وغادي ندخلو للاير فراير هكا غير يذوب ليا شويه، فهمتوا؟ غادي يذوب ليا شويه وغادي نخلطو. تقدروا تعوضوا هاد الكريمه ديال الطبخ بشي دانون مسوس اولا حتى بالحليب، تقدروا تعوضوه بالحليب، المهم نتوما واللي بغيتو. تقريبا درت واحد النص ديال الكاس. صافي هنايا من بعد ما دابت ليا غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبدا نخلطها باش هذاك الشكلاط يندمج ليا مع ديك الكريمه ديال الطبخ، يندمجوا مع بعضياتهم. وصافي اختي هنايا بان ليا اللون ديالها بحال معطاج داك الشوكولا اللي باغا انايا، جاني باهت لونه جاني هكا بحال قهوه وحليب. صافي وانا نزيد هكا الشوكولا ديال الدهن، نزيد تقريبا هكا واحد المعلقه صغيره، وغادي نزيد هكا نخلطها مع بعضياتهم حتى غادي نتحصل على داك الصوص تكون هكا فيها الشوكولا، يعني باين لونها اللون يعني ديال الشوكولا. عرفتوا البنات هاد الكريمه هذه ديال الطبخ مع هاد الشوكولا عرفتي جات بنينه، واحد الصوص اللي صراحه زوين. تقدروا تستعملوا في اي حاجه بغيتو ديروا في الكريب، بغيتو ديروا يعني في اي حاجه بغيتو هكا فيها الكريمه ديال الشوكولا، تقدروا تستعملوا بهذه الطريقه هذه. هنا اختي ولدي جا طلع ليا قال لك ما ديريش لي انايا هاد الصوص هادي، ما بغيتهاش، بغيت الكيك بحال هكا يبقى يعني بلا داك الدهنه الفوقانيه ايوا صافي اختي حيدت لي هنايا واحد 3 المرصوات عطيتهم ليه بحال هكا. وعاد حنايا غادي ندير الكيك ديالي هكا بالشوكولا مدهونه من الفوق. ولدي سبحان الله العظيم داكشي اللي كان عزيز عليه هكا الشوكولا من الفوق وداكشي تقلب ليه، ما بقاش بغى الكيك فيه هذاك الشيء من الفوق، كيبغي يكون عادي طبيعي، ما فيه لا تزيين لا كريمه لا حتى حاجه، كيبغي الكيك يكون عادي. ايوا صافي اختي حيدت ليه هوايا داكشي اللي بغا، وحنايا اختي درنا بحال هكا مشكل ضعفتو بنينه. البنات جربوها وردوا عليا. والام محمد سمحي لي اختي، لانه هادشي اللي عطا الله الا كنتي حدايا تواصلي معايا نصايبولك ونصيفطولك. شوف البنات كي كتجي زوينه بزاف، وكتجي مشكلطه وكتجي معلكه من الداخل ومن برا. غادي نقطع لكم واحد المرص نوريه لكم من الداخل، عرفتي كتجي معلكه لا من برا لا من الداخل، كتجي فنه البنات. غير جربيها اختي وردي عليا في الكومونتيرات، قولي لي اختي كي جاتك الكيكه. ما تنسينيش اختي من الكومونتير، الله يسهل عليك، راك كتنساو لي الكومونتيرات وكتنساو لي لايك، الله يسهل عليكم. صافي هنايا شوفوا البنات الكيك كيفاش كيجي
عرفتو راه كيجي بنين ومشكلط. انا الكيك باقي سخون والكريمه حتى هي باقا سخونه، ولكن عرفتو البنات كتجي فنه، كتجي فنه فنه. الا كنتي كتشحي هكا شي حاجه حلوه غير صايبيها وبلا ما تاخذ لك هذاك السقاطه ديال الزنقه، فهذه غادي تحمقك اختي، غتجيك احسن كيكه في حياتك غادي تجربيها. شوفوا البنات كتجي معلكه وبنينه. ايوا صافي هنا اختي غادي ندوز مباشره نصايب العشاء. بالنسبه للعشاء غادي نصايب واحد الكغاتان ولا طورطيه ولا ما عرفت شنو غادي نقول ليها، المهم سميوها اللي بغيتو. اهم حاجه هي انها كتجي بنينه بزاف وساهله البنات باش تحضروها، ما كتاخذش معكم الوقت بزاف. بالنسبه لهنايا خديت واحد البصله هكا تكون لي كبيره وغادي نقطعها بحال هكا، غادي نشلضها وغادي ناخذ واحد الفلفله حتى هي غادي نقطعها بنفس الطريقه، نقطعوها هكا طريفات صغار مربعات صغار، حيت غادي نشحروها فهي غادي تهبط، يعني ما غاديش تجي باينه، غير هو ما تقطعوهاش يعني هكا غليظه بزاف بزاف. حتى الفلفله بنفس الطريقه، وتقدروا تستعملوا اي خضره كتعجبكم، تقدروا تحكوا خيزو، تقدروا تحكوا القرعه، المهم نتوما ديروا اي حاجه بغيتو. انايا غادي نستعملها بحال هكا، غادي ناخذ الفلفله وغادي ناخذ البصيله وغادي نوضعهم هكا في واحد المقيله مع شويه ديال الزيت، وغادي ندير عليها هكا العطريه. شوفوا البنات المقله عندي كي ولات، واخا كنحك البنات هاد المقالي هما هكا يعفسوا البنات خايبين خايبين خايبين، واخا كتحكم هكا بالزيكاس ولا ما كيحيدش منهم داك الكحوله الا كحالو. هنايا عندي هاد الخليط ديال القزبر والمعدنوس مع الثومه، وكندير معاهم هكا الزيت وكنخليهم في الثلاجه كيبقاو ليا مده طويله، وعرفتوا كيهنيوني كل مره نبقى نقرد هكا في الربيع، اولا نديرو في الفريغو ملي تبغي تحيدو كيقصح لك ما كيبغيش يتحيد. بهذه الطريقه هذه كيصبر معكم مده طويله وكيبقى زوين. صافي هنايا ضفت هذاك الخليط البصله والفلفله، زدت هنا مليحه، البزار، الكمون، الخرقوم، التحميره، شويه 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 من حاجه. التحميره اللي درت هكا تقريبا واحد معلقه صغيره. اما البزار والكمون والخرقوم فانا درت غير نص معلقه من حاجه. صافي هنايا ضفت الزيت ديال الطياب وغادي نوضع هادشي كامل فوق البوطه، وغادي نبدا نشحر فيه حتى غادي تهبط معايا هذيك البصيله والفلفله، غتولي يعني هكا معسله. هنا غادي ناخذ هكا واحد المرصو ديال صدر الدجاج وغادي نقطعو الى مربعات صغيره، كتجي البنات فيها زوينه بزاف بزاف. وشنو سميتو تقدروا ديروا حتى العدند، الا كان متوفر عندكم العدند فانتوما قطعوا حتى هويا هكا المربعات صغيره وضيفوه لهداك البصله وفلفله. صافي وخلطوه مزيان هكا مع حتى غادي يطيب لكم هذاك البصيله والفلفله والصدر، يعني تحسوا بالصدر ديالكم البصله والفلفله راها طابت، غير هو غادي تزيد تعلق اكثر، والصدر ديالنا حتى هو غادي يطيب مزيان مزيان. وصافي كيكون عندنا الحشوه ديالنا واجده. صافي هنايا غادي ناخذ هكا الاير فراير، غادي ندير فيها البطاطا اللي قطعتها المربعات صغيره. داكشي علاش قلت لكم سميوها طورطيه ولا سميوها غراطا، المهم غراطا في الطورطيه، المهم فهموا ولا كاع لا تفهموا. المهم انايا وصلت لكم المعلومه. انايا قطعت البطاطا المربعات الصغيره وسلقتها مع شويه الملحه. صافي غادي نديرها هنايا في الاير فراير، غادي نقليها، كندير عليها تقريبا واحد معلقه هكا كبيره ديال الزيت وكنخلطها مزيان مزيان، وكنديرها في الشبكه باش داك الزائد ديال الزيت كيهبط. صافي وكنوضعها هكا في الاير فراير. عرفتوا البنات كتجي مقليه وزوينه صراحه. الاير فراير نعمه الصراحه، حسن ما تبقاو تقليو في الزيت وديروا في هكا، هذه كتجيب لكم الفريت ديالكم زوين بزاف بحال ديال الزنقه. صافي هنايا غندير بروغرام ديال الفريت، صافي ونخليها طيب مده 15 دقيقه على 200 درجه حتى كطيب ليا. انا هنايا ما خليتهاش حتى تحمرات بزاف لانه باقي غادي نعاود نطيبها. صافي هنايا كناخذ واحد جوج بيضات، غادي نزيد عليهم الكريمه اللي بقات عندي تقريبا. هاد الكريمه هذه
خديت منها غير نص كاس اللي درت مع شنو سميتو، مع لاصوص ديال الكيك. وداك الشيء اللي بقى كله ضفته في هاد الكريم، في هاد البيض هذا، وغادي نخلطو مزيان مزيان. هنا ما غندير لا ملحه لا والو، ما غادي ندير معاه حتى حاجه. غادي نخليها بحال هكا، لان عندي كلشي مالح، فريت مالح. هذيك لاصوص اللي صايبنا بالصدر وداكشي مالحه، ما كاين لاش نزيد الملحه، حيت بنات ما كنبغيش هكا نقوي الملحه بزاف. نتوما يعني الا بغيتو تزيدوا هكا شويه المليحه وبزاف زيدوها. صافي هنا غادي نضيف هذيك الكميه ديال البطاطا اللي قليت في الاير فراير، وغادي نزيد هذيك الحشوه ديال الصدر مع هذيك لاصوص وداك الشيء. وهنايا البنات خليت شويه، قلت وقيله كثير، من بعد في الاخر زدتو كامل درتو. هنا بان لي بحال زعما الحشوه كثيره غلابه على البطاطا. صافي في الاخر قلت لا صافي غنزيدها حسن نكملها كامله. وصافي وخلطت كلشي مع بعضياتهم حتى كيتجانس ليا هذاك البيض مع الكريمه مع هذاك الصدر وداك الشيء. صافي وغادي نديرو هكا في المولات اللي غادي ندير هكا في الاير فراي. المهم في الاول كنت غادي نديرهم في الاير فراير. المهم غادي نوريكم كلشي. هنا خلطتهم مزيان مزيان باش يجي هكا متجانس، البطاطا تجي يعني مخلطه، ما يجيش شي حاجه فيها بطاطا وشي حاجه فيها غير الصدر. هنا البنات انا كانوا عندي جوج طويجنات بحال هادو، وواحد كان تهرس ليا، بما انه تهرس راه ما يمكنش ليا غادي نحيد كلشي على قبل الطاجين. صافي درت واحد في هذا المول هذا الصغير اللي عندي هكا ديال الزاج، هذا تا هو البنات كيدخل الفران. ودرت واحد في هذاك المول في هذاك ديال الطاجين. فهمتوا؟ كل حاجه درتها في مول في شكل. المهم كل مفارد في شكل، ولكن اهم حاجه هي البنه هي اهم حاجه. صافي هنايا كما شفتوا فانا وزعتها، كتبان هنا البنات مصفره ما فيها حتى شي لون، ولكن البنات غير الاضاءه هي راه بحال هكا. في الحقيقه صافي هنا خديت الفرماج هكا اللي حكيتو. تقدروا البنات تحكوا الفرماج وتخلطوه مع هذاك البيض والكريمه صافي، ومن بعد تخويوها عادي. انا راه حكيتها غير هكا من الفوق. هنا البنات درتها في الاير فراير، ولكن ما طيباتهاش ليا مزيان، طيباتها ليا غير من الفوق، وعاود خشيتها في الفران حتى طابت ليا ولات بحال هكا. ما ننصحكمش ديروها في الاير فراير لان كتحمرها من الفوق والوسط كيبقى هكاك سايح. صافي دخلتها للفران حتى طابت مزيان من الفوق ومن التحت، يعني طابت مزيان، ما كتاخذش لكم نهائيا بزاف ديال الوقت. وصافي هذا هو العشانه، اللهم اديمها واحفظها من الزوال. ايوا خدتكم عاد قطعت ليها هنايا واحد المورسو ديال الكيك وكبيت ليا اتاي، وعاد مشيت اختي تصنات العظامي وبقيت كنتفرج. ايوا هادشي ما كان اختي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا باللايكات والكومنتات والبارطاج. خليوا لي هكا لي لايك ديالكم وقليبات في الكومنتات، وباش تشجعوني باش نصور لكم اكثر. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.